السلام عليكم، مساء الفل. عمرك سألت نفسك ايه هو عيد الهالوين ده؟ عيد الهالوين زي ما بيترجموه اسمه عيد الهلع. يعني ايه برضه؟ هو احنا ممكن نعمل عيد، يعني نحتفل، يعني حاجة جميلة وحاجة سعيدة بحاجة اسمها الرعب والخوف والهلع؟ طبعا الهلع اعلى او من اعلى درجات الرعب، من اعلى درجات الخوف. فهل ده عيد الهالوين ده ليه اساس؟ لما تدور في عيد الهالوين هتلاقي ليه اساس في الثقافة الإنجليزية، لكن أساسه في الثقافة السلتية. طبعا ما مش هندور ايه الثقافة السلتية دي، لا هقول لكم. الثقافة السلتية دي معناها ثقافة الشعب اللي كان ساكن بريطانيا أو الجزيرة البريطانية قبل الاحتلال الروماني، أو قبل ما بريطانيا تبقى دولة بريطانيا. هم هنسميهم كده زي الهنود الحمر كده اللي كانوا ساكنين في أمريكا، السكان الأصليين. المهم، الفكرة جاية منين؟ إن الهالوين ده بيفكروا فيه كده إن اليوم بتاع الهالوين ده الأشباح جوستس بتغزو الأرض وبتحط على الناس كلها، بتحط على كل البشر. طبعا هم علشان يتخلصوا من الفكرة دي بيعملوا عيد وبيحتفلوا وبيزقططوا وبيرقصوا إن هم مش خايفين أهو. طبعا ده نوع من كذب الإنسان على نفسه، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن إيه؟ إن الإنسان خلق هلوعا. بيخاف، بيخاف من المجهول. طب ايه الامان الوحيد؟ الامان الوحيد انك تؤمن بالغيب، تؤمن ان في اله هو المالك او مالك الملك ده كله، هو اللي بيتحكم في العالم كله، في الانس والجن والعفاريت وكل حاجه من الحاجات دي، وهو الوحيد اللي يقدر يحميك. علشان كده هو ده الامان الحقيقي. لكن تعمل هالوين، تلبس شبح، تعمل مش عارف ايه، ده كله مش هيوفر لك الامان الحقيقي، لانك من جواك خايف، لأن الإنسان خلق هلوعا. خد بالك ثقافتك رايحة فين، الهالوين معناه إيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.